أهلا بكم مشاهدينا ويوم آخر ومجلس الصائمين. نبدأ الكلام بالترحيب كالمعتاد بأستاذنا الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المكرم بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور. بارك الله فيك وسهلا المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. أظن النهارده كل سنة طيب قوي يعني. طبعا، ما هو أنا كنت مسهل السؤال أوي، فاكره إنه سهل عشان ندخل في موضوع العورة نكمله، بس حضرتك قلت لي إن السؤال فيه النهارده، قلت ما هي أفضل ليلة في شهر رمضان؟ قلت سؤال سهل وننتقل بقى إلى موضوع العورة، بس قلت لي حضرتك إن ده في موضوع. أصلها الليلة في أرجح الأقوال هو أحد لا يعرف ما هي ليلة القدر. أخفاها الله عز وجل حتى يجتهد المسلم في الطاعة والعبادة طوال السنة أو طوال الشهر. لأن ليلة القدر قيل بأنها طوال السنة، وقيل بأنها في شهر رمضان، وقيل بأنها في أيام معينة من شهر رمضان. لكن أجمل ما في هذه الليلة إنها هتخلصك تقريبا من مرحلة كبيرة من الذنوب، كما ورد في الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر دي امتى؟ في الإمام أحمد له مسند عن أبي ذر، أخرج حديث عن أبي ذر بيقول: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أم في غير رمضان؟ قال: بل هي في رمضان. قال له: أهي مع الأنبياء حيث كانوا أم من بعدهم إلى قيام الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هي باقية إلى قيام الساعة. قال له: يا رسول الله، في أي أيام رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. قال: يا رسول الله، في أي العشرين هي؟ العشرين اللي هي العشر الأول والعشر الأواخر، في أي العشرين هي؟ قال: التمسوها في العشر الأواخر ولا تسألني عن شيء بعدها. يقول أبو ذر: فغفلت غفلة ثم قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي وبحقي عليك، نبئني في أي العشر الأواخر هي؟ في الليالي الفردية. قال أبو ذر: فغضب علي غضبة لم يغضب علي مثلها قط منذ أن صحبته. ثم قال: التمسوها في السبع الأواخر من رمضان، لا تسألني عن شيء بعدها. فهذا هو الحديث الذي دل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، أو في الوتر الأخير كما ورد في بعض السنن، أو في السبع الأواخر كما ورد في هذا الحديث، أو بعض العلماء قال كما روي عن ابن عباس إنها ليلة 27، وحاول أن يأخذ أمارات لذلك. ما فيش دليل، كلها أمارات، والأمارة أقل من الدليل. تأكيد. في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، لحد لما قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى. عند لفظ هي اللفظة رقم 27، فقال دي أمارة على إن ليلة القدر ليلة 27، والنهاردة ليلة 27. بس لازم تعرف حاجة، محدش يفرح قوي، لأن إحنا بنعبد ربنا بغلبة الظن وليس بالقطع. إيه الدليل؟ هو إحنا لما لقينا الصيام بتاعنا كان صيامنا زي صيام بعض الدول العربية اللي أخرت صيامها يوم؟ أحيانا كتير لا. إذن الرؤية مختلفة. فهو أنت 27 على أي رؤية؟ 27 على أي رؤية بالتأكيد. إذا العبرة بغرب أنا عند حسن ظن عبدي بي. أنا بس عايز أتوقف عند المعنى الرقمي هنا، إن هي اللفظة أو الكلمة 27 في سورة القدر. هل من الممكن في ناس بتعمل تحليلات رقمية للقرآن الكريم؟ هل ده جائز يا دكتور أو؟ والله هي اجتهادات، لكن لا يصح أن تكون أسس يبنى عليها أحكام. يعني ربنا بيخاطب عقلنا ولا عايزنا نمشي على كتالوج؟ لا، بيخاطب العقل ان احنا نجتهد كمان. جميل. عارف يؤكد هذا ان ربنا ما نزلش في القرآن والسنة احكام. واللي بيقول ان ربنا نزل في القرآن والسنة احكام تطبق، ده بيخدع الناس، بيخدع نفسه. ربنا نزل في الكتاب والسنة نصوص.
هذه النصوص يستنبط منها احكام. مين اللي بيستنبط؟ الانسان. البشر. اذا احنا اللي بنستنبط، وممكن النص الواحد نستنبط منه حكمين وثلاثه واربعه. اذا من فضل ربنا علينا ان خلى علينا يشتغل، عايزنا نشتغل بعقلنا، ومش عايز يخلي في واحد فينا يغلب التاني بدعوى ان عنده كهنوتيه وعنده علم ليس عند الاخر. لا، فهمني. كل واحد يقول لك فهمني. ربنا خلى كل واحد فينا علشان محدش يعني يستعبطه ولا حد يقدر يستولى على عقله، يقول له فهمني، ان اقنعتني اخدت، ما اقنعتنيش اروح بغيرك يقنعني. صح. القناعه دي هي دي سبيل التواصل وسبيل العباده والعمل، ولك عذرك. اذا لما تيجي تقول لي انا هاخد بالرقم 19 ولا هاخد بالرقم 7 ولا هاخد بالرقم ما اعرفش ايه، انت اللي خده بنفسك، ما تلزمنيش. لا انا بتكلم كمان على مثلا عدد ذكر كلمات معينه في القران، او اللي بيحاول يستنبط. ما انا بقول لك دلالات يعني معينة. يعني دي امارات بتدي اماره معينه. الاماره ديت على فكره لو طبقتها في الجورنال الصحيفه يعني تطلع كل يوم، مش كده؟ صح. بتطلع باتقان ولا عفويه؟ باتقان بقدر الامكان. لا، بس مش ده المقال باتقان، لكن الكاتب لما يكتب بيحط، يقول انا هحط في مقالي عدد لفظ مثلا كذا كذا مره وكذا كذا مره. لا، ولا بيكتب عفوا ويسيب المقال يطلع. صحيح. بتعمل له تنقيح يعني المقال. مظبوط. اعمل كده دراسه على لفظه معينه تكررت في الجورنال، تجد اعاجيب برضه. صحيح. يعني اذا الاعاجيب هذه قد تاتي وفاقا. فلا يصح ان نربط القرآن الكريم بانه مخلينا نمشي على همل، او ان احنا نحط ارقام ومعادات ونمشي بدون تفكير. لا، لازم تفكر، لازم تعمل عقلك، لازم تقتنع. طب اسمح لي حضرتك نعيد سؤال امبارح بقى وسؤال النهارده. هل تتعلق زكاة الفطر بصوم رمضان ام بشهر ده هل تتعلق زكاة المال بشهر رمضان اول امبارح؟ هل تتعلق زكاة المال بشهر رمضان ام بحولان الحول، اي بمرور 12 شهر عام كامل سواء هجري او ميلادي؟ ما هي افضل ليلة في شهر رمضان؟ سؤال اليوم: ما هي افضل ليلة في شهر رمضان؟ جوائزنا 30 رحلة عمرة زائد 30 جايزة مالية، كل جايزة ب1000 جنيه. ترسل الإجابات مجمعة في نهاية شهر رمضان، سواء على الإيميل الخاص بالبرنامج مجلس الصائمين @yahoo.com، أو على عنواننا بالبريد كورنيش النيل ماسبيرو الدور الثالث الفضائية المصرية. دكتور نبدأ. احنا عايزين ناخد أكبر قدر ممكن من الوقت في بقية أحكام العورة. اتفضل دكتور. على أساس نحاول ننهي النهارده، لكن لو ما عرفناش ننهي النهارده نكمل ان شاء الله في لقاء اخر. احنا كنا، لو حضرتك تمر مرورا سريعا على امبارح اتكلمنا على عوره الرجل مع الرجل وعوره المراه مع المراه، دي كان بقي فيها بعض الاحكام. انا بس بحب اثبت من اجل التثبيت حضرتك. ونعتذر للناس للمشاهدين على ان احنا مش هنقدر نتلقى اتصالات تليفونيه الا في نهايه الحلقه او بانتهاء من موضوع العوره، بحيث ندي الدكتور فرصه ان هو يثبت المعلومه ويستفيد في الشرح. شكرا. اتفضل يا دكتور. عوره الرجل مع الرجل قلنا ان فيها مذهبين. الجمهور بيقول من السره للركبه، اذا مش من حق الزميل يرى من زميله الا ما فوق السره وما تحت الركبه. وده مذهب الجمهور. المذهب الثاني مذهب قال به الظاهرية، وهو قول عند المالكية وقول ورواية عند الحنابلة. قالوا إن عورة الرجل مع الرجل السوأتان فقط. وعمدة الأدلة، في أدلة كتير بس عمدة الأدلة حديث أنس وحديث جرهد. حديث أنس رواه مسلم وحديث جرهد رواه الترمذي. الأسند كما قال البخاري حديث أنس اللي هو الأقوى سندا ثبوتا، والأحوط والبعد عن الشبهات هو حديث جرهد. حديث جرهد بيقول إن سيدنا النبي مر عليه فوجده حسر عن فخذه، قال غطي فخذك فإنها من العورة. حديث أنس بيقول إن سيدنا النبي حسر عن الإزار عن فخذه، قال أنس حتى إني لرأيت بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يؤكد أيضا هذا حديث آخر رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، بيقول إن أبو ذر عن عبادة عن عبد الله ابن الصامت اللي قال إنه ضرب أبا العالية على فخذه، فقال له كيف هذا؟ قال إن أبا ذر ضربني على فخذي.
فسألته كيف هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربني على فخذي وقال صل الصلاة لوقتها. فيقول ابن حزم الضرب على الفخذ معناه ان الفخذ ليس عورة، لان ما يحرم النظر اليه يحرم لمسه. فاذا كان المرأة عورة فلا يصح ان تلمس جزء منها، واذا كان شيء معين عورة فلا يصح ان تلمسه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه دليل على ان الفخذ ليس عورة. ده دليل من قال بان الفخذ ليس عورة. يترتب على هذا ان اخوة لعيبة الكورة اللي بيلبسوا شورت قصير دول بيلعبوا صح وخروجهم صح على مذهب مين؟ الظاهرية، وقول عند المالكية، ورواية عند مين؟ عند الحنابلة. أيوه. وغلط عند مين؟ عند باقي الفقهاء. لكن اي القولين اصح؟ ما يطمئن اليه القلب. ما تقوليش ان دول غلطانين عشان قلة، ولا دول غلطانين علشان استدانوا كذا، لكن هذا قول صحيح يجوز العمل به، وهذا قول صحيح يجوز العمل به. ولما كان التعددية الفقهية سعة ومجال للرحمة، كان من حقنا كمسلمين ان احنا نأخذ بالقول اي القولين شئنا، لانه من اقوال اهل العلم. ايضا مسألة عورة المرأة مع المرأة، احنا قلنا 3 مذاهب. المذهب الاول ان عورة المرأة مع المرأة من السرة للركبة قياسا على الرجل، وده مذهب الجمهور. قال بعض الشافعية، بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، يعني قلة من 3 مذاهب، قالوا إن عورة المرأة مع المرأة ما هو أبعد من ذلك، بمعنى أنه يستثنى الأطراف والباقي عورة. ما هي الأطراف؟ قالوا الرأس وجزء من الرقبة والذراعين أو اليدين والرجل إلى الركبة، لكن ما زادوا عن ذلك، بخلاف الجمهور قال لا، من السرة إلى الركبة. المذهب الثالث هو مذهب الظاهرية ورواية عند الحنابلة. بأكد رواية عند الحنابلة، لأن ساعة ما بقول مذهب الظاهرية البعض يقول إيه ده مذهب ده مش عارفه، لكن إنه مذهب كبير ومعروف من مذاهب أهل السنة. ومع ذلك فأنا بأكد على إن من قال بهذا الإمام أحمد في رواية عنه. رواية تانية مشهورة ذهب إلى مع الجمهور فيها، لكن الرواية دي بيقول فيها إن عورة المرأة مع المرأة هي من الإمام أحمد قال في المشهور عنه إن عورة المرأة مع المرأة لا تختلف بين مسلمة وغير مسلمة، وقال بذلك بعض الشافعية، وهي من السرة إلى الركبة. رواية عن الإمام أحمد بيقول مع الظاهرية السوئتين بس. جمهور الفقهاء اللي هم باقي الفقهاء، لما تاخد مثلا مذهب المالكية، مذهب الحنفية، الأصح عند الشافعية، ورواية أيضا عند أحمد، قالوا نفرق بين عورة المرأة المسلمة في وجودها مع مسلمات أو غير مسلمات. فإن كانت مع مسلمات يبقى العورة هي من السرة إلى الركبة، وإن كانت مع غير مسلمات يبقى العورة كل الجسد إلا الوجه والكفين. ودول زي ما ذكرنا أدلتهم امبارح. بينت امبارح ان حضرتك ان موضوع مسلمات وغير مسلمات ده كان سبب سياسي واجتماعي اكتر منه دين. ده بالتأكيد، وده قلت بأن دليله الواضح فيه هو قول سيدنا عمر بن الخطاب لما وجد ان بعض النساء من غير المسلمات أساءوا للمسلمات وأفشوا أسرارهن، فمنع دخولهن حمامات النساء. وقلت بأن ما كانش في حمام في داخل البيوت، كانت الحمامات مستقلة، وكان الكل سبيل اللي يروح يغتسل في هذه الحمامات، فكان يدخلها من هب ودب. فأراد عمر بن الخطاب أن يحمي تلك الفتنة، فمنع دخول غير المسلمات مع المسلمات، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها إلا أهل ملتها. فعلى فكرة هذه المقولة تصح للمسيحيات وتصح لليهوديات وتصح للمسلمات. كأن عمر بن الخطاب بيقول يا مسيحيات انتوا احفظ على انفسكن من بعض، فمحدش منكم يرى عورة الآخر إلا أهل ملتكم، وكذلك اليهود وكذلك المسلمين. أرد يدرأ الفتنة، وقلت بأن عمر بن الخطاب قال ذلك بصفته وزير داخلية، يعني بيأمن الناس كحركة أمنية وليست كحكم ديني. ولكن الدليل الوحيد اللي استند إليه الجمهور فيما ذهبوا إليه في قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن، في أواخر الآية قال
الا لبعولتهن او نسائهن، فقال او نسائهن، الضمير راجع الى نساء المسلمات، لكن بالتاكيد زي ما قلت ان هذا ليس بالضروره يدل على نساء المسلمات، بدليل انه قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن الى اخر النص. فهنا ابائهن لا يشترط ان يكون مسلما، واخوانهن لا يشترط ان يكون مسلما. صحيح. في البعل ممكن يكون مسلم، لكن في الاب الست ما تقدرش تقول ان ابويا لازم يكون مسلم. ممكن تكون فيه اختلاف في الدين. اذا شرط الاسلام في هذا دليل ليس قويا وليس واضحا. ده اللي خلى جمهور المسلمين النهارده ياخدوا بمذهب الحنابلة وما ياخدوش بمذهب مين؟ الجمهور. النهارده المسلمين سواء كان في مصر ولا خارج مصر بيطبقوا المرأة مع المرأة، بتحس بألفة وأنس وتتعامل معاها طبيعي، ولا بتختلف باختلاف الدين؟ لا تفرقة باختلاف الدين. لا تفرقة باختلاف الدين. هذه امرأة وهذه امرأة. صحيح. هذا هو مذهب الحنابلة. وجمهور الفقهاء فرق، مما يدل على ان الناس واعية، الشعب واعي، بيعرف ياخد الرأي اللي يتناسب مع مصلحته. ننتقل الى اخر حكمين، وهو الحكم الاول منهما عورة الرجل مع المرأة. الرجل مع المرأة. وبعدين المرأة مع الرجل الذي ينتظره الجميع. وده هيبقى فيه بعض المفاجآت البسيطة يعني. خلينا نتكلم في عورة مين؟ الرجل مع المرأة. الرجل مع المرأة. الرجل ممكن ايه اللي يظهر منه امام المرأة الأجنبية؟ حديثنا مع المرأة الأجنبية، مقصود بالمرأة الأجنبية غير المحرم، لأن احنا خدنا قبل كده عورة المحارم. المحارم التي يحرم الزواج بينها مدى الحياة، تحريم مؤبد مش تحريم مؤقت. لأن في تحريم مؤقت، اللي هو التحريم المؤقت اللي هو ايه؟ أي امرأة ولو بنت العم ولا بنت الخال يحرم عليك أنك تتجوزها، ولا يحرم عليك أنك تلتقي بها إلا بالزواج. فصار التحريم هنا تحريم مؤقت لحد ما يتم الزواج. طيب لو انها متزوجه يحرم عليك انك تتجوزها لحد لما تتطلق وتنتهي العده وعاد تتجوزها. اسمه تحريم مؤقت ولا مؤبد؟ مؤقت. اخت الزوجه تحريم مؤقت ولا مؤبد؟ مؤقت. لان لو حدث ان الزوجه تم الفراق معها ثم انتهت ولها اخت ممكن تتزوجها اذا لم يكن هناك مانع من موانع الزواج. دي كلها تحريمات مؤقته. لكن العمه، الخاله، الام، البنت، دي كلها بنت الاخ، بنت الاخت، دي كلها محرمات على التأبيد. المحرمات على التأبيد دي ممنوع انك تتجوزها مدى الحياه. فلما كان احنا ذكرنا عورات المحارم، عايزين نقول عوره الرجل مع المراه الاجنبيه اللي هي يجوز الزواج منها ولو في المستقبل، مش شرط يجوز الزواج منها فورا، ولو في المستقبل. ما هذه العوره؟ عوره الرجل امام تلك المرأة. 3 مذاهب ممكن نلخصهم في مذهبين عشان الناس ما تتعبش في التقسيم. مذهبين قريبين من بعض ومذهب مختلف. المذهبين القريبين من بعض بيقولوا ان عورة الرجل امام المرأة هي من السرة للركبة. بعضهم زود، بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية زودهم وقالوا الاطراف، يعني ليس الصدر ولكن اعلى من السرة وعند الركبة. قريبين من بعض. فخلينا نقول من السرة الركبة هذا مذهب. المذهب الثاني بيقول السوقتين بس. فلما جبت المذهبين فيهم في وجه مفارقة، عشان كده الناس تتذكر مش هتنسى. يبقى الرأي الأول بيقول إن عورة الرجل من السرة الركبة أو أعلى قليلا أو أعلى قليلا. الرأي الثاني بيقول إن عورة الرجل أمام المرأة من السوقتين بس. الرأي الثالث بقى اللي محدش يعرفه، الرأي الثالث اللي محدش يعرفه بس هو موجود في كتب العلم وأنا مش عارف ذنب مين اللي ما أظهروش. رأي مكتوب في كل كتب الفقه عند الشافعية وعند الحنابلة. رأي عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أن عورة الرجل أمام المرأة كل الجسد إلا الوجه والكفين. عورة الرجل أمام المرأة؟ أيوة. يعني الرجالة يتحجبوا هما كمان؟ أيوة. الرأي ده مات ليه؟ مين موته؟ موجود في كتب الفقه ولا مش موجود؟ لما هو موجود ورأي متشدد ومحتاط ولا رأي متسيب؟ رأي متشدد بس. متشدد. اشمعنى رأي متشدد ده بيموت؟ ولا في رأي متشدد يظهر ورأي متشدد ينخفض؟ العلم لابد من احترامه. فهذا الرأي قال به بعض الشافعية في وجه، وقال به الحنابلة في رواية. فأصبح عندنا الرأي 3 آراء في
عوره الرجل امام مين؟ المراه. الراي الاول اللي الناس عارفاه من السره الى الركبه، من السره الركبه. عشان كده بتشوف الرجاله واخدين راحتهم قوي، يعني واخد راحته في المشي، يقول لك انا جمهور. فين دليله؟ هنذكر دليله. الراي الثاني بيقول الساقتين بس، يعني ممكن يخرج بالشرطه بس. وده قال به من؟ الظاهريه، وروايه عند الحنابله. اكرر، وروايه عند الحنابله. انا بقول ليه روايه عند الحنابله؟ لان مذهب الحنابله مشهور بانه مذهب يعني محتاط جدا. فلما كان هذا مذهب محتاط وعنده روايه بتقول كده، يبقى لابد من اظهارها وابرازها. الراي الثالث بيقول ان عوره الرجل امام المراه كل الجسد الى وجهه والكفين، قياسا على عوره المراه امام الرجل. بيقول مفيش حد احسن من حد. ربنا زي ما قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قال برضه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ فاصبح عندنا 3 مذاهب. المذهب الاول اللي بيقول من السره الى الركبه، بيقول دليلي ان حديث في البخاري عن عائشه رضي الله عنها بتقول لما جاء الحبش يلعبون في المسجد بحرابهم، فكان صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر اليهم وهم يلعبون بحرابهم. الراجل لما بيلعب بالحرابه اللي هي اداه من ادوات القتال، وبيلعبوا بيها كده زي ما بنشوف في التلفزيون الالعاب الرياضيه دي، مش بيظهر منه اجزاء من جسده مثل راسه، مثل ايده، مثل ساق رجله، وهي بتنظر. هل سيدنا النبي كان منعها؟ لا، ما منعهاش. فلما ما منعهاش دل على ان ايه؟ عوره الرجل من السره الركبه. الراجل يعني ستر من عورته، لان احنا عرفنا ان الفخذ عوره على قول ما ذكرنا من ادله، وفي قول سيدنا رسول الله لجرهد غطي فخذك فانها من العوره، فعرفنا بهذا بان الفخذ عوره. وقيل بان الفخذ ليس عوره على قول حديث انس اللي احنا ذكرناه. فقالوا ان اذا عوره الرجل امام المراه من السره الى الركبه. فاذا ده دليل على هذا حديث عائشه رضي الله عنها، دليل على ان من حق المراه ان تنظر من الرجل الا ما بين السره للركبه. قالوا ايضا في تعامل سيدنا رسول الله مع الصحابه والنساء يفيد هذا المعنى. حديث رواه مسلم ان فاطمه بنت قيس زوجها ابو عمرو حفص طلقها البتة، وارسل اليها شعير كمتعه، وهي رفضت لنفقته واستقلتها، اعتبرتها شيء قليل وتسخطته. فسأل سيدنا رسول الله فقال ليس لها نفقه ولا سكنه، اعتدي عند ام شريك. يبقى هتسيب بيت جوزها اللي جوزها طلقها، عايزه العده، كيف تعتد وملهاش سكنه ولا لها نفقه؟ فين تعتد؟ فقال لها روحي عند مين؟ ام شريك. وبعد ما قال لها روح عند ام شريك قال لها لا لا، ليه؟ هذه امراه يغشاها او يتغشاها اصحابي بيمر عليها كتير. ست فاتحه بيتها ضيافه، فناس كتير من الرجال بيخشوا عليها، ده النص. طيب ثم فقال لها لا، فانها امراه يتغشاها اصحابي، اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين عنده ثيابك. فقال وجه للدلاله، هتروح تعتد عند ابن ام مكتوم وده رجل اعمى بيته واسع، فهيخلص لها حجره تعتد فيها. ما كانش فيه فنادق، كان الحياه ضعيفه وضئيله وعايز تعتد وملهاش بيت تعتد فيه، فراحت اعتدت عند ام مكتوم. بيقول لها فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده، لما هتروحي تقلعي ثيابك ما فيش حرج. وهي نفسها هتشوف مين؟ هتشوف عبد الله بن ام مكتوم. يعني هي هتشوفه بس هو مش هيشوفها. اذا هتشوف من الرجل بعض اعضائه بس ما غير السره الركبه، فدل على ان نظر المراه الى صدر الرجل والى ما تحت الركبه ليس فيه حرج. المذهب الثالث بقى بيقول ان عوره الرجل امام المراه السوقتين بس. استنادا ده دليله ايه؟ دليله ان سوقه الرجل زي ما ذكرنا في عوره الرجل مع الرجل هي السوقتين، واخذوا من دلاله
حديث انس الذي قال رايت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم او رايت بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على ان الفخذ ليس عوره. اذا هذه عوره الرجل امام المراه مثل عوره الرجل امام الرجل في السوأتين فقط، فصار من حق المراه ان تنظر من الرجل الا السوأتين بس. الدليل المذهب الثالث بقى اللي هو بيقول لا كل الجسد الا وجه الكفين، اخذ حديث في غايه الغرابه وحديث صحيح. حديث رواه الترمذي وحسنه عن ام سلمة وميمونه، والاثنين دول من زوجات سيدنا رسول الله، امهات المؤمنين. الاثنين دول من امهات المؤمنين. بيقولوا ام سلمة بتقول كنا هي وميمونه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا عنده في يوم من الايام اذ دخل ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم ده صحابي بس اعمى طبعا، اللي نزلت فيه سوره عبس وطه. اي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم احتجب منه. فقالت ام سلمة اوليس رجل اعمى لا يرانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم افعمياوان انتما؟ احتجب منه. افعمياوان انتما لا تبصرانه؟ احتجب منه. فاحتجب منه. الروايه دي تناقض الروايه برضو الثانيه عن المراه التي ذهبت لتعتد عند ابن ام مكتوم. اه. ولهذا بعضهم يقول انا ما دام عندي روايات متعدده، تعدد الروايات يدي فرصه للفقيه على انه ياخد بروايه ويقدمها على روايه، او يحاول يجمع بين روايه وروايه. هل هناك روايه اصح من الاخرى؟ ما تقدرش تحكم بالاصح، لكن انت ما عندكش المناسبه. الاثنين صحيحه، بس انت ما عندكش تاريخ يقول ده كان سنه كام ودي سنه كام، او ده كان بمناسبه ايه ودي كان بمناسبه ايه. فالروايه بتاتيك مقطوعه الحواشي، فبتخلي الفقيه يقعد يجتهد من نفسه ويقول هو لما قال كده يبقى ده دليل على ان الحجاب مطلوب، حجاب المرأة عن الرجل مطلوب. كما قال تعالى واذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالوا ده دليل على ان ده اخر ما كان، اذا لا يجوز للمرأة ان تنظر من الرجل ولا للرجل ان ينظر من المرأة الا وجه الكفين. يبقى اصبح الكل معزول عن الكل. منطق ووجهة نظر، بس انت في الاخر ما تقدرش تقول ده هو ده الدين، بتقول ده رؤية فقهية. لما انت قلت دي رؤية فقهية سبت الاختيار لمين؟ للبشر، كل واحد يختار. للبشر. بالتأكيد كل واحد هيختار الشيء اللي يريحه في حياته ولا اللي يتعبه؟ اللي يريحه. افرض واحد اختار الشيء اللي يتعبه. في ناس بتختار الشيء اللي يتعبها فعلا يا دكتور. جدا. زعلان منهم ليه؟ لا خالص، اتعبوا انفسهم. بس كل واحد براحته. لا، هم اتعبوا انفسهم. بس هم نيتهم طيبه. في نفس الوقت مانيش عايزهم يعيبوا علينا. لا احنا نعيب عليهم ولا هم يعيبوا علينا. لان مفيش نبي هنا يقول انت صح وانا غلط. ما حدش يحكم على الاخر. طالما مفيش قطع بالصح والغلط، اذا كل واحد يترك التاني في الساعه. هو انت فلانه ديت لما تنقبت ولا فلان لما تحجب، افرض واحد سمعنا في اللقاء ده واقتنع برأي بعض الشافعية وبعض الحنابلة بأن الرجل يجب ما يخرجش من الشارع إلا إذا غطى إيه؟ كل جسد إلا وجه وكفين. افترض هو أنا اللي لبست وتعبت نفسي ولا هو؟ لا، هو اختار. طيب هو اختار. ما يزعلش. في نفس الوقت أنا بحذره، بقول له ده مش رأي نبي ولا قول نبي، ده رؤية فقهية. إذا أنت من حقك تاخد بيها وما تاخدش بيها، زي من حقك تاخد برأي تاني وتتركه. لكن في الاخر انا احترمت عقلك، انا احترمت انسانيتك، انا احترمت ارادتك. عايز اقول لك انت امامك رايين ثلاثه، بتنقي منهم الراي اللي شايف نفسك مرتاح فيه، وفي نفس الوقت مش عايزك تستغل الراي اللي انت اخدته بالتشدد وتلزمني بيه. انا اللي قلته، انا قلته كعلم، لكن لما جاي بطبق الراي اللي انا شايف فيه راحتي، لان انا كانسان اعلم بان الدين جاي لخدمتي ومش انا اللي جاي لخدمه الدين. فلما كان الدين جاي لخدمتي وجاي لتيسير اموري، اذا انا من حقي اختار من الدين ما ييسر اموري. افرض ان انا طبيعتي متعقد وباخد قول تاني
يكلبشني ويعقدني، يبقى بالتاكيد انا هعقد نفسي سواء سمعت الراي ده او ما سمعتوش. هو يعني في ناس بتحب كده يا دكتور، يعني ان هو يجهد نفسه في العباده بشكل معين، ده بيريحه اكتر نفسيا مثلا، فده يعني متاح طبعا. والله ده ايه رايك لما يكون العلاج النفسي في اللبس مش احسن ما يكون العلاج النفسي في العقاقير اللي ممكن تهري الكبد وتهري الكلى؟ لا يبقى العلاج في العباده شيء عظيم طبعا. طيب ما دام ده علاج يا ريت يكونوا علاج. المهم ما يجبرش الاخرين بقى طبعا. المهم ان هو ما يبقاش عفوا في التعبير جرثومه للاخرين. ما اناش عايز واحد يبقى يعيني، هو يصح نفسه ويعيننا، هو يبقى خلاص عالج نفسه ويخليني انا المريض. صح. لا، هو زي ما هو صح نفسه يسيبني انا صح نفسي انا كمان. زي ما هو شاف راي يعالجه نفسيا، انا عايز برضه راي يعالجني نفسيا. وانا اخترت الراي اللي يعالجني نفسيا، هو اختار الراي اللي يعالجه نفسيا. لكن ما ينفعش هو اختار علاج معين يلزمني بيه. هو لما الطبيب بيوصف لفلان دواء، يقوم المريض ده ياخد الدواء ده ويجرعه كل ولاده؟ لا طبعا، ياخده هو والعيله لا. طيب يبقى كل واحد ياخد دواء. فدي بنعتبر ديت اقوال فقهيه ادويه. طب ماذا عن الادويه في بقى عوره المراه مع الرجل؟ عوره المراه مع الرجل ده موضوع طويل قوي، وانا هلخصه سريعا، وبعدين لو لقينا في الوقت بقيه نحشيه بالتفصيل. في الفقه الاسلامي لا تجد قبل 1900 ميلاديه. احنا النهارده 2000 وكام؟ 2012. 2012. لا تجد قبل 1900 ميلاديه قول يخالف القولين دول. القول الاول بيقول ان عوره المراه امام الرجال هنقسمها اول الى عوره المراه الحره والامه. مين الامه؟ الامه ديت صنف من البشر كان موجود والمجتمع الانساني اقره. يبقى لما نحب نعيب على المجتمع الانساني ولا نعيب على الدين؟ لا، الانسانيه كانت عايشه في العبوديه، في عبوديه أيوه. لالاف السنين لحد 1948 الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي اهدر اي تعامل في الاتجار بالبشر. واحنا ما قضيناش عليه ايام الخديوي اسماعيل اعتقد تقريبا يعني. لا كان موجود لحد الخديوي اسماعيل. لا لحد العهد الملكي كمان. ده انا اسمع ان في ناس لسه عندها بعض العبيد والاماء من ما قبل التحريم الدولي والامتناع الدولي والاتفاق الدولي بعدم التعامل فيه، لسه مخبيين لهم بعضهم شويه. طبعا اللي مخبيين دول مخبيين بطريقه غير اسلاميه وغير شرعيه، لان الاتفاق الانساني يجب ان يكون محل احترام كما قال تعالى اوفوا بالعهد. ومعلن. نعم. ومعلن. نعم. الاتفاق يجب ان يكون طبعا معلن. يا ايها الذين اوفوا بالعقود في قوي واوفوا بالعهد ما كان مسؤولا. فعندك الامر بالوفاء بالعهد اساس، والمسلمون عند شروطهم. ازاي احنا اتفقنا على عدم التعامل في العبيد وواحد يقول انا مخبي لي واحد من 50 60 سنه فاتهم وعمال يتوالد ولسه عندي اماء؟ طبعا ده نوع من الاستهزاء بالاخرين، لان في اتفاق، وزي ما اشمعنى يكون لك حظوه مش عندي. لو انت عايز تستحل نفسك الاماء عندك يبقى لازم تديني هذا الحق. دي معلومه اول مره اسمعها بصراحه. ده عندنا في مصر؟ لا مش في مصر. مش في مصر؟ لا مش في مصر. انا قلت يعني لا في خارج مصر. في خارج مصر. في بعض الناس مخبيين عندهم شويه اماء من الناس الاغنياء الكبار، وبيقولوا ان احنا عندنا هذا حقنا، وبيعتبر ده حق شرعي. ازاي حق شرعي والشرع بتاعك اللي انت مؤمن بيه ألزمك أن تكون وفيا بالعهود والعقود؟ إزاي والشرع بتاعك اللي أنت مؤمن بيه بيخلي التعامل لابد أن يكون واضحا؟ عندناش تعامل سري، كل تعاملنا واضح. فالتعامل الخاص المالي في مال يكون سري، ولا المال لابد أن يكون معلوما إن دي لها مالية ولها احترام؟ زي جامعة مثلا تقول أنا واخد دكتوراه من جامعة إيه؟ جامعة معرفش إيه. طب واخد دكتوراه وخلاص. طبعا ده نصب. لو انت صادق قول لي من جامعه ايه تكون الجامعه معترف بها. ما تقوليش دكتوراه من اسم وهمي او من مكان وهمي. لا، لازم تقول لي اسم الجامعه تكون الجامعه دي معترف بها. لو ان الجامعه مش معترف بها يبقى الدكتوراه معترف بها؟ لا بس ده منتشر دلوقتي يا دكتور. من نفس الامر اللي خبوا شويه اماء وقالوا ان احنا
واخدينها من زمان قبل ما يتم الالغاء ويتكاثروا عندنا. ازاي تم الالغاء؟ يبقى ده مال غير معترف به. وانا بناشد العبيد والاماء دول ان هم يعرفوا من انفسهم ان هم احرار. بقول لهم ان انتوا احرار بقوة الشرع اللي اعتبر هذا الاتفاق العالمي والاتفاق الانساني ملزم. وان لو ان شفتوا حد مسيطر عليكم وبيضحك عليكم ويقول لكم ان انتوا عندنا عبيد واماء، اعرفوا ان هم كذابين وبينصبوا عليكم، وانتم اخذتم الحرية بحكم الدين وبحكم الاتفاق الانساني. نعود الى ما قبل تحريم الاماء. كان في اماء وكان في حرائر. فكان الاماء ده موجودين باعتباره اتفاق انساني. كان الدولة اللي تنتصر على الاخرى تاخد الاسرى وتسترق الاسرى. النهارده العالم تحضر واصبح الاسرى لهم حقوق ولا بد من مبادلتهم ومعامله انسانيه. صحيح في تجاوزات، بيحصل قتل بطريقه غير قانونيه وغير شرعيه، ده تجاوز. لكن بنتكلم على حضاره الانسان. الاسلام بيمدح تلك الحضاره وبيتمنى لهذه الحضاره ان ترتقي. وبالمناسبه ارتقاء الكرم ملوش حد، وارتقاء الذوق والحضاره ملهاش حد. مش تقول لي في سقف معين، لا لا لا، ده سقف الحضاره وسقف العطاء والعلم ممدود. فلما جاء الاسلام وشاف الناس بتتعامل بالرق، ما يقدرش الاسلام يحرم الرق على المسلمين والا يظلمهم. لان لو حرم الرق على المسلمين هيجي غير المسلمين ممكن يحاربوهم ويسترقوهم، والمسلمين يبقوا اذلاء ما يعرفوش يعملوا معامله من مثل. فكان لابد من ترك المساله انسانيا، فترك الاسلام هذه المساله الانسان، رفع ايده عنها. بس شجع المسلمين في ان كل ما يلاقوا عبد يعتقوه يحرر عن طريق كفاره اليمين وكفاره الظهار وكفاره القتل الخطا والتطوع الطبيعي وغير ذلك من طرق الخير كلها. لكن مع ذلك الاسلام ما جاش جنب الرق وساب الرق ده عمل انساني. فكان عوره المراه الامه. قول لي بالله عليك، لما امه واحده مملوكه والثانيه حره، الفرق بينهم ايه بيولوجيا؟ لا بيولوجيا ما فيش فرق. ما فيش. دي امراه ودي امراه طبعا، دي انسان ودي انسان طبعا. لا ما فيش نهائي اي فرق. وممكن تكون الامه اجمل من الحره، ده حقيقي، واصح صحيا واقوى صحيا. ومع ذلك تشعر الامه بانها مملوكه وتباع كما تباع الحيوانات، وانها لا اراده لها. انسان يعيش بلا اراده، انسان يعيش بهذا القهر والمجتمع الانساني يراه. فهل الاسلام ياتي عليه باحكام دينيه بمثل حكم الحرائر بنفس التقييد، ولا يفكها عنه؟ بالتاكيد الاحكام هتبقى مختلفه. لازم تفكها. لازم تفكها، وكفايه ظلم الانسان على اخيه الانسان. فجاء الاسلام باحكام تيسيريه غير عاديه للارقاء، احكام غير عاديه. منها مثلا ان عده المراه الحره 3 اقراء، عده المراه الامه قرء واحد. الحد الذي يطبق على المراه الحره نصفه على المراه الامه المملوكه. وشوف على نصف على طول، مش مثلا ولو كان في قتل ما فيش قتل. ليه؟ لان ازاي هيبقى في قتل لامه مملوكه؟ ده يبقى انا قتلت المال وهللت المال. تقريبا ما فيش احكام. ده نتيجه لاختلاف الظروف المعيشيه ما بين الامه طبعا والحره. ايوه، والاجتماعيه واقتصاديه لكل واحده يعني فكان الامه الاسلام وده مبدا بقى، مبدا ناخده بعد الغاء الاماء، مبدا ناخده بان الشعب المقهور احكامه الاسلاميه تختلف عن الشعب المرفه. دي وجهه نظر مختلف. طب نعرف الشعب المقهور ازاي؟ قول لي. واحد بيركب سياره لوحده، بيروح مشوار لوحده رايح جاي، مرفه ولا مش مرفه؟ مرفه. طيب واحد عشان بيركب باص اتوبيس نقل عام بيتحشر زي ما انت بتشوف الحشره دي، ده هيبقى ده حكم ده حكم ده ولا هيختلف؟ واحد تاني عنده قدره نص نص بيركب ميكروباص، فاصبح سياره خاصه، 2 التاكسي، 3 الميكروباص، 4 الاتوبيس. وكل ده
بيوصل في مكانه الذي يريد، لكن بتختلف سيادتك وانت راكب سيارتك الخاصه مع قرارك. بتركب تاكسي بتقعد توقفه وتبقى انت مسدود للسواق اللي هيوصلك، يقول لك هوصلك او ما وصلكش، بس في الاخر برضو انت مكرم. طلعت الميكروباص بتختلف. بس انا مش فاهم، هل حضرتك بتدعو لاختلاف الاحكام في بعض المسائل أيوة. طبقا للطبقه الاقتصاديه او لا، الطبقه الاجتماعيه؟ فيما يتعلق بالركوب يا سيدي، يعني فيما يتعلق في بعض المسائل، يعني مساله زي مساله الركوب مثلا. لا، اوضح اكتر. اوضح اكتر. انت راكب باص اتوبيس يعني، ومحشور والناس كلها محشوره، وجنبك واحده ست، هتعمل ايه؟ ما فيش ما حاجه. تركبش ولا توصل وتركب وتوصل؟ هركب، بس ما فيش حاجه في استطاعتنا. اذا هتركب وهتبقى انت ملاصق لها. الملاصقه ديت هنقول عليها حرام ولا نقول عليها يتجاوز عنها باعتبار ان الضروره؟ ضروره طبعا. جميل. انزل في ميكروباص، هيبقى فيه زحمه شويه بس اقل، هيبقى فيه التقاء او مجاوره بس مش هيبقى فيه ملاصقه. في الباص هيبقى فيه ملاصقه، لكن في الميكروباص هيبقى فيه ايه؟ مجاوره. مش هيبقى فيه ملاصقه. افرض واحد اعتدى ولاصق في الميكروباص، يبقى معتدي بالظبط. لكن وهو في الاتوبيس ما كانش معتدي، لان كان غصب عنه. طيب انزل بقى في التاكسي كل واحد في حاله. طيب افرض حصل تجاور، كان ممكن تباعد، حصل تجاور، بنعتبر التجاور ده اعتداء. لكن الاصل يكون التباعد لما يكون امراه اجنبيه. عرفت قصدي ايه؟ اذا المساله بتختلف ولا بتختلفش؟ بتختلف. من فضل ربنا، وده طلعوا بيه قاعده اصوليه جميله جدا، قاعده فقهيه: اذا ضاق الامر اتسع، واذا اتسع ضاق. اذا ضاق الامر اتسع، واذا اتسع ضاق. ايوه. كل لما الدنيا تضيق عليك، كل لما الدنيا يوسعها عليك. كل لما الدنيا تتوسع عليك، كل لما الدين يشد عليك شويه. يحط لك حدود برضه. شيء طبيعي. طبعا. لما الدنيا تبقى واسعه عليك، في امكانك تصلي السجود صح، وفي امكانك تاتي بالاركان صح. نقدر نتجاوز؟ لا. لكن لما يبقى في زحمه يوم الجمعه، ممكن تسجد على ظهر زميلك، ما سجدتش على الارض. لما الدنيا بقت واسعه، اشترطنا انك تسجد على الارض. لما الدنيا بقت ضيقه عليك، قلنا لك اسجد ولو على ظهر زميلك اللي قدامك. توسعت شويه. طيب بنقول لك في صلاه الجماعه صلي خلف الامام. الدنيا ازدحمت، يا اخي صلي في اي حته ولو قدام الامام. كلما ضاق الامر اتسع، وكلما اتسع ضاق. في صيام رمضان، سيادتك هنا في مصر بتصوم 10 12 ساعه. الموضوع مناسب ولا غير مناسب؟ صيام مناسب. تروح المانيا اطول، هتصوم 18 ساعه. ضاق ولا ضاق على الصائم، ولا واسع على الصائم؟ ضاق على الصائم. الاسلام يوسع. ده جاي لنا رساله على الفيسبوك بمناسبه، انا متاسف، من المانيا بيقول لي احنا ما بنلحقش نتسحر من كتر ما فيش وقت. ما هو ده اذا، لان احنا قلنا فيها 3 اقوال. واحد انه هيلتزم بتوقيت المانيا فجرا ومغربا، اذا ما عندوش وقت للسحور، مش كده؟ ايوه. ده للقادر على الصيام. افرض ما يقدرش، فاصبح له راي فقهي يقول ياخد على صيام ام القرى. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اي تقويما للناس. وده راي استاذنا الدكتور يوسف القرضاوي. في راي وبعض الفقهاء، ومنهم من يقول من الفقهاء من يقول ياخذ باقرب البلاد اليه اعتدالا. وجالي صديق ليا من المانيا امس وبيقول انا خدت بتوقيت مصر. فواحد صديق له بيقول له ما خدتش ليه بتوقيت مكه؟ قال له ليه؟ قال له عشان هي ام القرى. قال له عشان مصر ام الدنيا. طب هي ام الدنيا فعلا. ينفع ناخد بتوقيت مصر يعني يا دكتور؟ ليه ما ياخدش بتوقيت مصر؟ احنا قلنا الراي الفقهي بيقول ياخد بتوقيت اقرب البلاد اليه. صحيح. فاصبح دي 3 اقوال. كلما ضاق الامر اتسع، وكلما اتسع ضاق. يعني سيادتك ربنا اعطيك من الاموال ما اعطاك. تقوم لما حد يقول لك اديني لله، تديله جنيه؟ لا، ما هو الانسان في ناس بخله برضه يا دكتور. لا، لما يكون ربنا اعطيك ملايين وواحد بيقول لك اديني لله، يبقى اقل حاجه تطلعها الشيء الفلاني. لكن ما تطلعش جنيه. لو طلعت جنيه من حق الفقير يرميهولك ويقول لك مش عايز منك حاجه. صحيح. طيب لو انت بقى مرتبك موظف بسيط بتعمل في
الاعلام ومرتبك يا دوب بيكفيك ان شاء الله لحد يوم 29 في الشهر. الحمد لله. اللهم لك الحمد. فلما حد يطلب منك حاجه لله طلعت جنيه هيشكرك طبعا. فلما ضاق الامر عليك اتسع في الدين ويجب نشكرك على الجنيه ونص جنيه. لكن لما ربنا وسع عليك واداك قد كده وبعدين تديني لله 5 جنيه ولا 5 جنيه، من حقنا نضيق عليك ونقول لك لا ما يصحش تدفع كذا. وكلما ضاق الامر اتسع، وكلما اتسع ضاق. استاذنا الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المكرم بجامعه الازهر، استنرنا بعلم حضرتك كالمعتاد. ونعيد سؤال النهارده: ما هي افضل ليله في شهر رمضان؟ ما هي افضل ليله في شهر رمضان؟ ترسل اجابات مجمعه في نهايه الشهر، سواء على الايميل الخاص بالبرنامج مجلس صائمين @yahoo.com، او عنواننا بالبريد كورنيش النيل ماسبيرو الدور الثالث الفضائيه المصريه. وجوائزنا 30 رحلة عمرة زائد 30 جائزة مالية، قيمة كل جائزة 1000 جنيه لمن هم تحت 16 سنة، و30 رحلة عمرة لمن هم فوق 16 سنة. نشوفكم إن شاء الله على خير بكرة.